الجاية الرابعة، طرح رابعة كيكا. اليوم ثالث نورمال ثالث ليكم الزوز اكزاكتومون. ثالث. كيفاش الامور؟ كيفاش الوليدات؟ كيفاش والله تعملوا الحمد لله. بعد الربح كي يروحوا غاديك ويرجعوا يقراوا على رواحهم؟ فما كي سيغتين نوتوريتي باز خاطر صحابهم يتفرجوا فيهم اكيد هكا تو. بيان سور. نعم. يعني تكون فرحة كبيرة وحافز كبير اللي مواصلة المشوار في يعني المنافسة هذه، وإن شاء الله معناها يواصلوا المشوار ويوصلوا ان شاء الله ان شاء الله. وليداتنا متميزين من معهد بورقيبه النموذجي، حاضر بحذنا السي فادي سرايري. هلا وسهلا ومرحبا بك. عسلامة. بورقيبة لا سامح. معهد كرتاج درمش. كرتاج درمش. مرحبا يا سيدي. عسلامة. صباح صحة بخير. الحمد لله عايشك. شنو الامور؟ الحمد قدم لله. لنا نفسك. هاي أنا اسمي محمد فادي سرايري، معروف فادي عبد الكريم، اسمي الفني معناها. اسمع سيدي الاسم الفني عاود ترى. فادي عبد الكريم. فادي عبد الكريم. سليم بالحمزة ضريبة في اليوتيوب ترى. فادي عبد الكريم موجود ما هو؟ موجود. الله خير عاد. اي مجال التميز نتاعك دونك. كاو جربت الملتقى الوطني، الملتقى الجهوي والوطني في السينما. الحمد لله معناها تميزت، لقيت روحي في المرتبة الأولى. باش شاركت؟ شاركت. هذا رحلة كيفاش؟ باش تجي لهنا لا هو مشروع احنا وباختصار مشروع ممثل كبير فرجنا مشارك معنا في الوطني وتمجد في الملتقى الجهوي للصورة والسينما، وترشح الممثل مندوبية تونس واحد في الملتقى الوطني، وتحصل على جائزة أفضل ممثل. كيفاش عملت الكاستينغ؟ وقتاش صار ليدي؟ قاعد عادي في الكلاس نقرا على روحي، جاتني البروفا قالت لنا راهو فما مشاركة، شكون مغروم معنا بالسينما شكون يشارك. تحية لها مدام منى جويني. صحابي الكل يعرفوني معنا ديما في الجو هذاك، قالوا لي فادي معنا شارك، قلت لهم في الجو هذاك تعمل فيديوهات تهبط في تيك توك يوتيوب اليوتيوب وعملت قبل معناها ختمت دي بيوب على التلفزة قبل وانا صغير. ممتاز. كاو شاركت، جاتني فكرة، جاني برشا أفكار معناها. اخترت فكرة اللي هي تحكي على قضية اجتماعية يعيشوها خاصة الشباب بريسك في العالم الكل. حبيت نطرحها مع الناس ويتفرجوا معناها، نوصل لهم ميساج، فهمت؟ نعم. وليدي سيتي كوا اللي حبيت تطرحها على الناس؟ اللي هي قريت القضية الاجتماعية اللي عاشوها الشباب، كيفاش معناها يوصلوا معناها يتأثروا بالمشاكل في الشارع في الدار، ويوصلوا معناها يدخلوا المعاصي ولا فهمت؟ مشيو في ثنية الانحراف مثلا. خايب. أنا وريتها هكاكا معناها. كاو صورت الفيلم. جتني في وقت صغير خاطر تعلمت مؤخرا. قداش الديوري نتاعو؟ طوله 4 ساعة. لا هي يسرى. علموني معناها بالمسابقة مؤخر، صورته في جامعة بريسك ومنتجته، وكاو كانوا صحابي معناها اللي يمثلوا، وهما مش معناها في الدومين، اما جبتهم بالسيف، فهمت؟ كاو شاركت بيه. الحمد لله نجح. يعملوا الصحاب كان يشاركوا. اي صحاب دز بعض هكا ولا اصحابه. تحيه لهم. باهي يا سيدي، دونك اكتشفت فيك الموهبه نتاع التمثيل وليت كونفيرمي لهنا معناتها كي شاركت في الملتقى وكذا، دونك شافوا العباد وخذيت معناتها البريم نتاعك. بعد ان شاء الله معناها نزيدوا نكملوا فيه الموضوع باز باذن الله. لازم يكمل. هو عنده بصراحه انا مغروم من اللي انا صغير، معناها من اللي انا صغير ديما نصور بالتليفون. عنده موهبه كبيره وينجم يمشي لبعيد في المجال هذا. مشروع فني الحق تفرجنا فيه احنا. لا تفرجنا فيه في الفيلم اللي عمله في الملتقى. وين موجود الفيديو؟ على شان نتاعي مشروع شان يوتيوب استوديو 13 اسمه. ممتاز. نعملوا طلع يا سيدي ومرحبا بك في كل اسمه ضباب الروح، وان شاء الله بالتوفيق. ضباب الروح نقيدوه، نعملوا طلع على الضباب نتاع الروح. فاصل اشاري وراجعين معكم تو سويت.